تعالوا بقى نشوف العبادات بتاعتنا في شهر رمضان. عايزين نظبط العبادات. يعني مثلا انا عايزه اختم القرآن، عايزه اختمه كم مره؟ عايزه اختمه مره، مرتين، ثلاثة. اعمل ايه علشان يبقى الختمه بتاعتي سهله وما تاخدش مني مجهود كتير وما تاخدش وقت؟ لان انا في ناس ما تقدرش تقرا الجزء كله على بعضه. طيب تعالوا نقسم الاجزاء. انا دلوقتي عايزه اختم مثلا المصحف مرتين في الشهر. اعمل ايه؟ اقرا كل يوم بعد الصلاه 8 صفح. طيب لو انا عايزه اختمه مره واحده، علشان مثلا انا عندي دروس، بنت مثلا عندها دروس في ثانويه عامه، انا في جامعه وما عنديش وقت ان انا اختمه كتير وعايزه اختمه مره واحده بس. اعمل ايه؟ يبقى بعد كل صلاه اقرا 4 صفح. لو قريت بعد كل صلاه 4 صفح، انا كده هختمه ممكن على نص رمضان. ليه بقى هو مش هيتختم على نص رمضان بالظبط؟ ليه بقى؟ انا يوم في عندي عزومه، انا يوم في معزومه بره عند حد، انا يوم عندي دروس، عندي جامعه، مش فاضيه، اي حاجه، عندي ظروف جات لي في نص الشهر. كل الكلام ده هياخد طبعا وقت من رمضان. فاحنا مش هنقدر نختم كل يوم جزء زي ما بنقول كده، عشان هيبقى فيه ظروف. فممكن يوم ويوم لا كده. لكن بعد كل صلاه اقرا 4 صفحات هختم المصحف. لو جات لي ظروف في وسط الشهر، لو عندي دروس، لو عندي زي ما قلنا كده في السابق، كل الحاجات دي، يبقى انا مسابقه. انا لازم أن اكون مسابقه في الشهر، ما امشيش مع الشهر بالظبط. طب لو انا عايزه امشي مع الشهر بالظبط، مفيش مشكله وهختمه مره واحده. تمام. انا ممكن اعمل ايه؟ اقرا الجزء كله في اليوم. ازاي بقى؟ اقرا نص جزء بعد الفطار ونص جزء في السحور. يعني مثلا اخلص المذاكره اللي ورايا، اخلص كده واقعد اقرا نص جزء، بس اقرا النص التاني بعد السحور. اتسحر واقعد ساعه الفجر اقرا النص جزء التاني. يبقى انا برضو كده ختمت برضو المصحف. لكن الاسهل بجد، يعني الاسهل والاحسن ليكم، سواء بقى بنت عندها ثانوية عامة، سواء في الجامعة، سواء واحدة متجوزة. يعني ده برضو ينفع اللي متجوزة عندها أطفال مش فاضية، واحدة بتشتغل موظفة مش فاضية. فأحسن حاجة وأحسن طريقة إن أنا بعد كل صلاة أقرأ 4 صفح. لو قرأت 4 صفح بعد كل صلاة مش هحس بالجزء بتاعي، هلاقي نفسي خلصت الجزء وأنا مش حاسة بيه. لكن لو هقرأه على بعضه هيبقى تقيل عليا، فممكن أكسل أقول طب أقفل وأقوم أشوف اللي ورايا، طب اقفل واقوم اشوف العيال. طب لكن انا كده كده قاعده على المصليه وبصلي، هفتح المصحف واقرا 4 صفح. عايزه ازود واختم مرتين، اقرا 8 صفح. فهي دي طريقه سهله وحلوه فهتلاقي نفسك ختمت المصحف. ممكن تختميه مرتين في الشهر، ممكن اختمه مره واحده في الشهر برضو بالطريقه السلسه السهله ديت. فمن ما نوقفش عقبه قدامنا، علشان نقدر برضو نقرا في المصحف ونختمه ان شاء الله باذن الله. الناس بقى اللي بتحب عايزة تختمه بقى مرتين وتلاتة واربعة في الشهر، بالتدبير. يعني انت لازم تدبري. يعني انا ممكن اقرأه مرة واحدة بس، او اختمه مرة واحدة في شهر رمضان، بس اكون اتدبرت الايات بتاعته. لكن اقرأ كده وخلاص عشان اخلص 30 جزء وارجع اختم تاني وندخل سباق مع حد بقى، انت ختمتي كم مرة وانا ختمت كم مرة. لا، انا ختمت مرتين، انا ختمت 4. مش بالقراية كده. ما نقعدش نفر في المصحف عشان نختمه مرتين وتلاتة واربعة من غير ما تدبر القرآن. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.